بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم يا ربي في أتم الأحوال. وكنعتذر على هذا الغياب وكنقول للأخت اللي قالت لي توحشاتني، راه انا توحشتكم بزاف. وسبحان الله العظيم الذي كيألف بين القلوب، يعني الانسان راه واخا ما شفتيه ولكن راه سبحان الله كتكون واحد المحبه لله تعالى اللي كنشارك معكم كيمشي كيخرج من قلبي ان شاء الله، كيوصل لقلوبكم. هذا الشيء اللي كاين وكنشكرها بزاف. هاد الايامات غبت كاينه نزله البرد وتبارك الله. واحد البرد اللي قوي، راه جميع مناطق المغرب الناس يعني كتعاني بهذه الموجه ديال البرد. وكاينه النزله، يعني الناس عندهم هاد الايامات النزله ديال البرد، يعني اغلبيه البيوت مرض الناس هما وليداتهم. فانا كذلك كانت الام ديالي اللي مريضه، فغادي نشارك معكم داكشي اللي درت ليها باش تعالجت. وكنقول لكم انا الام راه عندها امي راه عندها الحساسيه ديال الصدر، وعندها يعني كانت تدير جوج روابز اللي كدير. المهم كانت كتكرفس بزاف بزاف لدرجه ان في الفتره اللي كان داك الوباء كنا خايفين عليها بزاف، لان هي كتقج يعني الناس اللي كتجيهم هاد اللي عندهم هاد المشاكل راه غيعرفوا كيفاش كيبقى الانسان، راه الله يحفظ كيتقج وكاع ما كتبقاش تقدر تنفس فاش كتجي هذيك ديك الحاله ديال الحساسيه. ولكن كي قلت لكم الحمد لله ولات لاباس وبخير. وراه قلت لكم الوصفه اللي كدير ديال الكركم. والحمد لله هاد المره مني جاتها النزله تاني جاتها الحمد لله ماشي قويه بزاف، ولكن عاونت ليها بشي علاجات اخرين اللي غادي نقولهم لكم دابا. كنت باغي نصورهم لكم فيديو ولكن تقادت ليا الشريحه وداكشي، غادي نقدر نديرها في فيديو اخر لان زوينه هذيك الوصفه وغادي نشارك معكم هذاك الشيء. حيت غيبت بزاف فقلت نشارك معكم الفيديو غير بهذه الطريقه ويكون عباره عن دردشه وصافي. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم ان هاد الفيديوهات في القناه راه ما كاينش التشجيع اللي كيخليك مثلا تحمسي انك تبداي ترمي. ما كاينش ان القناه كتشوف المشاهده كي دايره. وتاني حاجه الربح المادي، راه ما كاينش شي حاجه زعما اللي مثلا تخليك تبدلي واحد المجهود كبير وتقولي راه زعما الربح المادي راه ما كاينش، يعني داكشي قليل بزاف وكيجي على الشهور ماشي حتى على شهر واحد. يعني على الشهور داكشي قليل بزاف وانا والصراحه انا ماشي همتني الماده. واقسم بالله الا كيهمني انني نشارك مع شي حاجه مع الناس بحال هكا ويالف الله بين القلوب وتكون كاينه منفعه. يعني قال لك شي واحد الله يرحم والديك، راه اهم حاجه في هذه الحياه. دار الانسان شي حاجه ونفعاته راه افضل من مال الدنيا وما فيها. فاللي بزاف ما كيخليكش تحفزي بزاف هو ان المشاهده قليله، يعني كتحس بحال الناس ما كيتجاوبوش معك. هذا الشيء اللي كاين. وما نسال الله تعالى انه يغنينا بفضله. كاين الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هو التصوير ديال الفيديوهات اللي فيهم طابخ وداكشي اللي كنت كندير في القناه من قبل. ما بقيتش كنبغي نصورهم لان فيهم تعب كتير وكاينه صعوبه في التصوير، وانايا كندير هادشي كلشي بوحدي وما فيهمش المشاهده نهائيا. عرفتوا داكشي ديال الطبخ راه ما فيه لا مشاهده لا والو هاد الساعه، يعني راه القنوات الكبار هما اللي كيتشاف ليهم داكشي. ف ان شاء الله تعالى غتبقى القناه هكا، كل مره نصور حاجه وكل مره يعني فين ما كانت شي حاجه يعني كنت مأهله انني نصورها غنصورها. كذلك الفيديوهات اللي كنشارك معاكم على الدعم النفسي كيفاش نقويو نفوسنا ونتغيروا للافضل وداك الشيء من المعاناه اللي عانيت هما اللي كنشارك معاكم، يعني غير من التجربه ماشي كنجيب معلومات يعني ديال معلومات انني عندي تخصص في هذا الشيء، ولكن غير داكشي الحياه المعيشيه حنا ناس بساط. داكشي اللي علمتنا الحياه راه كنشاركوه مع الناس اللي كيثيقوا فينا. وهذا الشيء اللي كاين. والفيديوهات راه غيبقاو ان شاء الله دائما فيديوهات ديال اللي كنهضروا على التغيير ديالنا النفسي وعلى كيفاش نجاهدوا في نفوسنا ونقويوها وما نستسلموش في هذه الحياه، لانها بغات الجهاد ما بغاش الاستسلام. يعني نجاهد نفسي ونتقوى والظرف اللي جا نكون قاده عليه، لان كل شيء اللي كيجينا ما كنكونوش عارفين، ما كنكونش الانسان ديما يكون موجد راسو لاي ظرف ويتخلى على الخوف ويتخلى ما يبقاش يخلي الخوف هو اللي مكبلو وساجنو ومسيطر عليه. فهذوك الفيديوهات غادي نبقى ان شاء الله نديرهم معكم. دابا غنقول لكم شنو درت للام ديالي. اول حاجه يعني واحد الوصفه اللي رخيصه الثمن وكنديروها في البرد ومعروفه علينا حنا المغاربه كنديروها، اللي هي البصاره. الفول
راه زوين بزاف 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 للصدر. يعني الناس اللي عندهم السعال يعني كيكحوا بزاف ما كتبش تبرى الكحه، من بين التغذيه اللي تعاونوا بها هي البصاره. كنطيبها الام ديالي وكنديرها لها بحال الشوربه، كنديرها خفيفه تطيب وكنرخيها بالماء، كنزيد فيها الكمون بلدي وكنعطيها تشرب واحد الزليفه وكتنعس حتى كتعرق عليها. هذه درتها لها تقريبا يومين، من وراها الحمد لله تشافت وبرات. كاين الوصفه الاخرى اللي درت ليها اللي كنعطيها لها صباح وعشيه، هي الشريحه هي اللي كنت بنصور لكم، غادي نصور ان شاء الله هذاك الشيء نتقدى ليه ونصوره. الشريحه مع الثومه ومع الحلبه البلديه، هاد الشريحه البلديه يا ربي والحلبه حتى هي البلديه، راه فيها حتى هي جوج الانواع. وهاد ثلاثه الحاجات راه كطيبيهم حتى كيطيبوا حتى كيوليو بحال العسل، تيوليو بحال يعني كيطير هذاك الماء. كتزيدوا فيه زيت الزيتون. الام ديالي ما كتقدرش تاخذ زيت الزيتون، الناس اللي عندهم الحساسيه يعرفوا الحوايج اللي كيضروهم ما يقدروش يتناولوهم. هي زيت الزيتون راه معروف زوين، ولكن هي ما تقدرش، الوقيته اللي كتكون مريضه ما كتقدرش تاكل شي حاجه دهنيه، فكنديروا لها بلا زيت الزيتون. كنطيبهم لها الثلاثه وكنعطيهم لها تاكلهم صباح وعشيه. بطبيعه الحال خدات سبيجيك اللي هي ديال الموالين الحساسيه ماشي العاديه. هما اللي عندها الحساسيه راه ما تشربش بحال هكا دوليبران ولا الادويه العاديه ما تقدرش تشربها، الا تشرباتها كتخنق. فكتشرب اسبيجيك وحده ديال الموالين الحساسيه، وهذا الشيء اللي درت ليها والحمد لله. ومره كندير ليها كاس الحليب فيه معلقه صغيره ديال حب رشاد كتفطر بها مع الصباح. الحمد لله تشافات ولات بخير وعلى خير صحيح، حتى ولات بخير والحمد لله على فضل الله. والله يخلي لكم الامهات ديالكم وتهلاو في والديكم والوالدين. راه ما كنحاسبوهمش. كاين بزاف الناس، كاين بزاف العجب اللي وانا كنشوف في هذه الدنيا، ولاو الناس كيحاسبوا والديهم مساكن على اي حاجه، كيحاسبوا الاباء ديالهم على اي حاجه، وكأن الوالدين خصهم يكونوا ملائكه. الوالدين ديالك ما تحاسبيهمش نهائيا، كتهلاي فيهم وكتحسني ليهم. حاجه الوحده اللي ما طيعي فيها الوالدين هي الا دعوك لشي حاجه فيها غضب الله، اللي ما كطيعيهمش، او شي حاجه ما كيرضاهاش الله سبحانه وتعالى اللي ما كطيعيهمش. اما الوالدين انا ما كنحاسبوهمش. كاين اللي كيحاسب والديه ويقول لك راه داروا فرقوا بينا حنا وخوت، ودار تهلط في هاد اختي ولا تهلط في هاد خويا، وهذا كلشي داكشي من مداخل الشيطان باش يضيعوا عليك اكبر اجر عظيم في هاد الدنيا، واكبر رساله كتاديها هو البر بالوالدين. كيخسرها لك ابليس لعنه الله عليه. وكنتمنى من الله تعالى نكون خفيفه على قلوبكم في هذا الفيديو، وكنقول لكم أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو قادم.